سي ماهر، تقريبا خلينا نشوفوك في يعني عنده دور انه يكون رئيس الجامعه، يعني لاعب جولف في حد ذاته. صحيح، رئيس الجامعة لاعب يفهم الرياضة بيدها ديما أحسن، ديما يعاون في مهما رياضة هي. وقت اللي المسؤولين يبراتيك سو سبور ويعرفوه واحد كل ديما أحسن برشا، تفهم في القانون، تفهم تكنيكمون. واحنا بون يعاون برشا، يعاون برشا. خلينا نقولوا 2016 كان جامعه، يعني سنه الجامعه التونسيه للجولف، تتويجات بالجمله. السنه كيف يعني مارين، وبعد تقلدكم انتم الجامعه التونسيه لرياضه الجولف قاعدين مواصلين في نفس المسيره ومسيره نجاح باش تواصل. وابنائنا اليوم تقريبا اليوم قالوا لي البدوي نحى يعني رابح نحى الياس وكيكا. الياس عمناوي اللي هو بطل تونس، سنة في الدور النهائي، لعبوا حتى اخر حفره هي ترو نيميرو 18 معناتها كان طرح مشوق برشا. ربحوا، هو سي سيستيم دو ماتش بلاي، دونك يربحوا بالحفره دونك ربحوا فايتوا بحفره واحده، دونك بلس ان ربحوا. هاي هما اللي قاعدوا يتداولوا على البطوله هذه تو 3 ولا 4 سنوات الاخرى، الوليدات هذوما اثنين. احسن برك الله عليهم. لما حال عندنا ابطال اخرين قاعدين شادين المسار في الاصاغر. لا عندنا ابطال اخرين، عندنا برشا ابطال وبرشا قاعدين توا صغيرات اقل من 15 عام، ان شاء الله عندهم مستقبل باهي. واليوم احنا عندنا كان فما اولاد كان ينجم يمكن يقلقهم شويه، مهدي بن حليمه هو عمره 16 عام، لكن للاسف تغيب للفينال نتاع شامبيونات دي جون وشامبيونات ادولت، خاطر مشى مع المدرسه نتاعو يقرا، خرجوا هزوهم للخارج وجات قد مع النهائي. هذا هو تقريبا يعني هاكا حتى رئيس الجامعه يعني يلزم توفيق بين الدراسه والرياضه. هي شوف الدراسه قبل كل شيء. نحاولوا احنا حتى هو يزموا السيستم الكل يمكن يعاودوا يدرسوه الدوله باش ينجموا يعطيو اكثر وقت للتلامذه باش يمارسوا الرياضه. مش حتى الجولف هذاك، هو الجولف ياخذ اكثر شويه وقت تمارين. تنجم تعمل تمارين في ساعه، لكن كان تحب تخرج تلعب في الباركور هو فما على الاقل حاجه ساعتين يلزموا. دونك اذا كان ينجموا يحاولوا يوليوا اوقات الدراسه بار اكزومبل يوفاو حتى على الاقل الرياضيين يوفاو 3 نتاع العشيه ولا ساعتين، يعطيهم شويه وقت باش يتريناو، وما نجموا يقدموا برشا كان ما يلقاو الوقت باش يتريناو. الخدمه هي اللي تجيب. في كلمه، مشروعكم المستقبلي يعني رياضة الجولف؟ مشروعنا المستقبلي احنا ساعة اكثر حاجة مهتمين بها ومركزين بها هما صغار الولاد والبنات، باش نحاولوا يزلنا توا باش نحاولوا احنا خينا مشاكل شوية باش نخليوا البنات يشدوا في الجولف، يبداو يتعلموا شويه وبعد يهربوا علينا شويه. دونك احنا نحبوا لي جون اي سورتو لي جون في باش نعاودوا نطلعوهم شويه باش تولي شويه فما اكيليبر ما بين الاولاد والبنات في رياضه الجولف. وان شاء الله زاده باش نحاولوا نعملوا اكثر تظاهرات رياضيه، نحاولوا نعاودوا نجيبوا بطوله افريقيا ان شاء الله، مش السنه العام الجاي ولا العام اللي بعده، نحاولوا نجيبوها ونخلطوا على المدى الطويل مش القريب، نخلطوا نوصلوا شي لاعب للالعاب الاولمبيه ان شاء الله. الياس البرهومي ورابح البدوي ابطال تونس للجولف السنه الرياضيه 2016 2017. انا في بالي الياس عملوا الشامبيون، رابح سنه شامبيون، شكون حال صاحبه ولا شكون حال صاحبه البطوله السنه؟ والله صحيح اللاعب هو باركور معناتها كيس تلعب هو اللاعب نتاعك، الاغلاط اللي اشتغلتهم هذاك مهم شي خاص. والله كانت المنافسة قوية، هو صاحب يلعب معي فرد جمعية، وهذا جمعية الحمامات، هذا شرف لينا زوز فيناليست من جمعية الحمامات. من لعبنا كل واحد 5 ماتشوات ما خسرناش، فينال مع بعضنا، كهو فما رابح وفما خاسر. عمناول عنده هو سنة عندي أنا، والمهم جمعية الحمامات الأول والثاني. بالنسبة للبطولة هذه نسخة 2017 تبارك الله النيفو تحسن برشا بالنسبة مقارنة بالسنة الفارطة ولا السنة اللي قبلها. المستوى الفني والتنظيم ما شاء الله تنظيم هايل ياسر. نشكر جولف سيتروس على بقيادة المدير سي عمر شريف وكامل معناتها الفريق
كسوا على الملعب ولا التنظيم. بالنسبة للجمعيات بذلت كل ما هو معناها مجهوداتها كاملة باش صارت البطولة في معناها في نسق طيب وظروف طيبة. محمد الهمامي مدرب جمعية حمامة الجولف، خلينا نقول اليوم الريح أثرت شوية، تقرير فنيا تنجم تحكي لنا أنت أكثر على كيفاش صارت البطولة اليوم؟ والله الساعة الحمد لله هو أنه الدور النهائي صار بين حمامات 100%. الريح بون معناتها مقارنة باليومين الأولانيين ما كانش ثم ريح، ثم استراتيجي ميم ثم ريح، عندهم الاستراتيجية، عندهم لا تكنيك كومون جيري لو فون، و يعني ما قلقهمش برشا فيو اللي عندهم الامكانيات الكل باش يتاقلموا مع الظروف المناخيه كل اللي تصير لهم على التيران. جمعيه الحمامات وبقيه الجمعيات اللي تنشط في رياضه الجولف قاعده تقدم بشويه بشويه، مجهودات كبيره تبذل فيها جمعيات في ظل يعني الظروف الاقتصاديه اللي تعيش فيها البلاد، كيفاش قاعدين تخدموا؟ صحيح تمر الجمعيات كما بريسك الجمعيات الرياضيه في تونس كل تمر بصعوبات، لكن نحاولوا الجامعة قاعدة تدعم بالإمكانيات اللي عندها باللي تنجم، نخدموا احنا الجمعيات بالطبيعة بالتنسيق مع الجامعة في وضع الاستراتيجيات في السويفي نتاع لي جوار نتاعنا، وكا ونيساي افيك سكونا، وان شاء الله تتحسن الامور. سي عزيز، البارح لقيناك في التنس، اليوم في الجولف، تقريبا من الداعمين للرياضه وعندك مشروع كبير يعني في دعم الرياضيين، تقريبا تتبنى في برشا رياضيين، ماهوش سهل نعرفه خاصة في الظروف الاقتصادية، وباهي ياسر أنه رجال الأعمال يقفوا مع الرياضيين التوانسة، وأنت رياضي بالأساس. صحيح، يعني يصير في البلدان الكل. أنا مغروم بالرياضة كما قلتها وعاودتها، الرياضة عطاتني برشا. توا نحاولوا باش نعاونوا الرياضيين اللي عندهم امكانيات وعندهم منطقه قويه برشا. مع هذا يعني ندعموا بعض دورات كما دوره اليوم في الجولف، كما نتروفي في التنس. ان شاء الله نرجعوا زاد التونس اوبان والرياضه الفرديه، يعني كما ساره بزباس في الاسكريم، وبالطبيعه في التنس مالك جزيري وعزيز دوغاز وشيراز بشري توا بطلة افريقيا. وانا فرحت خاطر برشا شركات اخرين قاعده تتبع فينا توا، قاعده تدعم في الجودو، حتى احنا في الهاندي سبور زاد عندنا بطله اولمبيه، وشركات اخرين قاعدين توا زاد يعاونوا الرياضيين هذوما. عندنا تاريخ كبير برشا في الرياضه في تونس، خرجنا ابطال في السابق، ناقصين شويه تشجيعات، شويه دعم، ما يكونش دعم مادي برك، حتى يعني انساني فيما يخص اللياقه البدنيه، فيما يخص الطب اللي يتبعوا الرياضيين، فيما يخص اللوجيستيك يعني النقل نتاعهم. كنا واعي نبداو واقفين. احنا عندنا اداره في الشركه اللي لاهيه بالرياضيين هذوما، يعني باتصال يوميا معاهم شو مشاكلهم، وشفنا النتائج. شفنا توا مالك وساره بسباس وشيراز وعزيز دوغاز توا رقم ثاني في تونس. هذوما الكل قاعدين يتحسنوا، يحسوا بالتشجيعات، وقاعدين يرفعوا مستوى الرياضه في تونس، ونتكلموا برشا على تونس، وهذه حاجه خارقه العاده عن طريق الرياضه. mais à qui je rends hommage pour tout le travail qu'il a accompli durant ces dernières années qui ont été difficiles. Merci Kamel pour ton amitié et ton dévouement. Ils ont fait honneur à la Tunisie par leur comportement et leurs résultats sportifs. L'AGH a aussi permis, sous le signe de l'animation, à développer la région de Hammamet et de Nebel. Toute cette longévité et ces acquis ont été possibles grâce à des amis nécessaires pour le développement de ce sport prestigieux. Et c'est pour cela que je remercie tous les sponsors qui nous ont aidés, et tout particulièrement notre ami Aziz Zouhir, que représente et sans calcul des sportifs. Tennis, football et maintenant golf. Merci encore Aziz. Mais comment ne pas être redevable à toutes les misères durant la préparation de nos tournois.
Je les remercie personnellement pour toute l'aide et toute l'abnégation dont ils ont fait preuve. Et enfin, pour terminer, je voulais rendre hommage au doyen. Une partie vraiment super disputée. Barhoum Ilyes. Bravo Lies. Alors, le champion de Tunisie, toute catégorie 2017, est Monsieur Bedoui Rabah. Hajjaj. Merci, Mons. Kenza, s'il te plaît, tu viens pour la photo des champions.